بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن هناك صلاة إذا صليتها بين المغرب والعشاء تكتب لك كعبادة 12 سنة، ويغفر الله سبحانه وتعالى جميع ذنوبك؟ هذه الصلاة ليست كغيرها من الصلوات، أجرها عظيم والدعاء فيها مستجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصليها، وهي 6 ركعات بين المغرب والعشاء. ما اسم هذه الصلاة وكيفية نصليها؟ اسم الصلاة هي صلاة الغفلة. كيفية صلاتها: عدد الركعات 6 ركعات، تصلى ركعتان ثم تسلم، ثم ركعتان وتسلم، ثم ركعتان وتسلم. وفي كل ركعة اقرأ سورة الفاتحة ثم سورة صغيرة من القرآن الكريم. يستحب أن تصليها مباشرة بعد أذان المغرب. الدعاء يكون في السجود. ادعو الله سبحانه وتعالى بكل ما تشاء، فالدعاء فيها مستجاب بإذن الله وأجرها عظيم، لأن وقتها الناس جميعا غافلون عن العبادة. وسميت صلاة الغفلة للدعاء فيها مستجاب بشرط أن تصليها بإخلاص وأن تشارك الأجر مع إخوانك. تخيل لو صلاها شخص ستقول الملائكة له: لك مثل ما فعلت من أجر. لا تحرم نفسك من الأجر، ولا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.